انت عملت العقود بتاعت زياد كمال مع الزمالك ازاي بالشكل ده؟ وبتاعت برضو محمد حمدي كانت اقل يعني، اقول ايه، يعني كانت اسهل نوعا ما في البنود. بس انت برضو خرجت كسبان في موضوع محمد حمدي في كل الاحوال، بس عايز والاهلي اذا خد مني محمد حمدي هيبقى كده. اوكي اوكي. لا بس انت في الزمالك مثلا موضوع زياد كمال ده بالذات اه 30 مليون. اه تاني ايه بقى؟ لا، احكي لي كواليس احكي لك ايه. التفاوض. انا عارف ان احكي الكابتن حسين لبيب بنفسه كان بيتفاوض على انا موضوع مش زياد كمال. انا على فكره كنت انا وحسين لبيب فعلا مع بعض. احكي لك ايه الموضوع. انا مش مصدق ان الموضوع واخد الحجم ده. انا مش مصدق ليه مش الموضوع. مصدق ليه؟ اصله الموضوع بسيط جدا. اه هو انت لما تيجي تاخد لعيب تاني، اه حضرتك هتعمل له عدد ايه؟ 3 سنين، ماشي صح؟ صح. ممكن بعد السنه مبدئيا تبقى محتاج بيه. اوكي هتضطر لا اما تركنه، لا اما يعمل معاك مشاكل، لا اما يبوظ لك كره اللب. مش حصل كده؟ صح. انا بديهولك ب 30 وترجعه في اي وقت نستثمر فيه، نقعد نستثمر. دي ازاي حاجه على جنب. طيب هقول لك. يعني؟ انت هو راح اعاره، هو راح راح اعاره اعاره ب 30؟ سنتين لا، راح اعاره سنتين ونص ب 30 مليون. وبتاخد اكثر من باتش. يعني متاخد اول 6 شهور ب 5 مليون. تعال نتكلم في اول 6 شهور دول. ماشي. عامل لك اعاره اللعيب 6 شهور ب 5 مليون. دول فيهم مشكله؟ لا صح؟ لا منطقي. منطقي. اه حلو قوي. طيب اللعيب ده ضرب، كسر الدنيا. كسر الدنيا، ماشي. وهيبقى ب 50 60 مليون جنيه. يحصل في مصر ولا ما يحصلش؟ يحصل. حلو قوي. انت هتكمل اعارتك. اه طيب انا هخليه لك ب 10 مليون اللي هي السنه. ما هي خلاص، هو خد نص السنه ب5. اه هو واخده فتكمل 6 شهور تكمل السنه الباقي. ب 10. اوكي اوكي، دي يعني السنه فيها ب 10. دي فيها حاجه. لا. تمام. والسنه اللي طيب بعديها؟ بعد سنه ونص وانت ضيعت عليا العروض بتاعه البيع، هيقعد ب 15. هو بعد سنه ونص اصلا ال 15 دول اللي هم هيبقوا قيمه ال 10. اه ما انا بكلمك فاهم. احنا بنحط سياسه استثماريه على سنتين ونص. لا، اول مره فلازم اشوف، اول احط مره اشوف اعاره سنتين ونص دي. يعني انا يعني بفكره الايجار التمويلي. ايوه عادي. دي فكره جباره يعني. انت هي انت فكره انت جباره. ما شاء الله يا دماغ، ما شاء الله يعني. ما فيش، انا ما شفتش حد بيفكر بالاسلوب ده لا في. على فكره هو انت لازم تفكر كده. لازم، بس ما لا فيش حد بيفكر ما كده. هو على فكره انت، ما هو اذا وبعد بقى سنتين ونص لو كان زياد كسر الدنيا مع الزمالك، اه والزمالك خلاص معاه لعيب بقى له سنتين ونص واخده اعار، كان هيشتريه بكام بقى؟ ما هو دافع 30 اوريدي. ما هو انا كنت طالب في 40 اصلا. ماشي، اتفقتوا على 30، هو حلو. الزمالك دفع ال 30 اوريدي. حلو. دفعهم ولا لا؟ انا فاهم. كلهم اوكي. اه. فدفع 30 مليون اوريدي، مم. فجه بقى بعد السنتين ونص دول اللاعب عايز يشتريه، كان هيدفع غير ال 30؟ ايوه. كام؟ 30 زيهم، 40 زيهم. ما هو ليه نسبه خصم. نسبة خصم. ما هو ليه نسبه استثمار اه اللي هي هتتخصم اذا هو خدها. اه يعني كل سنه 15%، 20%، 25%. 25% دول نسبه استثمار للزمالك. بفكره اللي انا عملته اللي انا بقول لك مع الاهلي، اه ان انا هاخده اعاره بس هاخد نسبه فيه. فاهم قصدي؟ ماشي. فنسبه الاستثمار دي هتبقى خصم للزمالك. طب بنود برضو، بنود زياد كمال في العقد كانت، او بنود انبي مع الزمالك بخصوص زياد كمال كانت برضو فيها حاجات كده قوية ايه شوية. حاجات مش قويه؟ فاكر كانت ايه كل بصراحة. حاجه انا مش من فاكر. حقي اه ان انا ابيعه جوه مصر. من الاول للرابع للدوري. اه يعني انما يعني مش الاهلي. اه اوبشن ان انا ابيعه بره مصر. اذا جت حاجه اوبشن نبيعه بره مصر. دي حاجه لا بموافقة تضر الزمالك. الزمالك. نعم. بموافقة الزمالك، وده قرار انبي. لا يعني لو كان محمد جه اثناء حمدي. فترة الإعارة عرض بره مصر، كان لا هيبقى قرار. بموافقه امبي مش بموافقه الزمالك. يعني كان ممكن تاخده من الزمالك في وسط الإعارة تبيعه لا مش وسط العاره، لازم في نهايه الموسم. في نهاية الموسم الأول مثلا. في نهايه الموسم ان انا اوديله نسبه الاستثمار بتاعته. اه اه مع كانت العلم كام النسبة؟ اخصم له الفلوس اللي دفعها. امم يعني اه مش تعرف الحسبه بس. هو اول باتش كان 6 شهور ده 5 مليون. اه السنه الثانيه 10 مليون. امم جيت انا في نص السنه الثانيه دي جالي عرض للسعوديه. اه ابيعه تبيعه. وارجع للزمالك 10 مليون مش 5. اوكي كأن انا فهمت. السنه دي. فهمت. خلي بالك بس، هو اللي هو بس الناس مش متعوده على طريقه تعاقدات كده. صح.